الوجه فأخذت تلطم على وجهها. قال ارفعي يديك أردت أن أجربك. قال ما ترى أن أخوات كافي وبطل الأولين يا بن عبد بن الرسول وعبد أمير المؤمنين. ذاب قلبي من سمعت بكربلاء خيم حسين. قال أكثر منك أنا ألم القصة طويلة وقتنا قصير. قال لعبده اذهب بهذا الجواد. قالت إلى أين يا حبيب؟ قال في أمان الله يا زوجتي اعتني بهذا الصبي. قالت إلى أين؟ قصرت بحقه. قال لا. أسأت إليك؟ قال لا. قالت لما تتركني في هذه الدنيا وتذهب إلى الجنة يا حبيب؟ راح حبيب والعبد يتكلم ويا الجواب لئن لم يأتينك صاحبك لأمتطينك إلى الحسين. فبكى حبيب حتى العبيد لم تقصر عن نصرته. الحسين ينتظر. قالوا أنت شنو تنتظر أبا عبد الله؟ قال ننتظر حبيب على قلوبنا أهل البيت. جاء حبيب نزل من مسافة هو وعبده من مسافة وأخذ يحمو كالطفل الرضيع. فجاءه الحسين قم أيها الشيخ لم تحمو على الأرض؟ قال سيدي أنا أقدس الأرض التي أنت واقف عليها. صار الضجة بالمخيم. علي الأكبر عند عمته زينب. قالت عمته زينب بني علي ما هذه الضجة؟ قالوا يقولون. قال يقولون قال القرآن حبيب. قالت الله ذاك الذي كان يتحدث عنه أبي أمير المؤمنين. اذهب إليه. هذا السلام الثاني. اذهب إليه بني وقل له إن عمتي زينب تسلم عليك. راح علي الأكبر السلام عليك يا حبيب إن عمتي تخصك بالسلام. فأخذ يحث التراب على رأسه. أنا ابني أنا ابني وتسلم علي. أنا ابني وتسلم علي يا بنت المرتضى حامل حبيب. هاي مخدرة عباس هي وبحقهم نزل ونص الكتاب. الحسين ما يخلي واحد يروح يم زينب حتى أصحابه إلا حبيب. هاي كم كرامة الحبيب. قال سيدي أنا أعلم أن زينب لم يسمع لها صوتا ولم يرى لها شخصا. أتأذن لي بالسلام عليها؟ قال أنت مأذون يا حبيب أنت منا أهل البيت. راح حبيب وزينب علي الأكبر قدامه. قال عمه جاء حبيب ليسلم عليك. فلبست عباءة أمها فاطمة ووقفت في زاوية خيمتها. قال السلام عليك يا بنت الزهراء البتول. السلام عليك يا بنات رسول الله. علي أنا يا بنت حيدر تسلمي. علي أنا يا بنت حيدر تسلمي. ولكم خاتمانا وعبد الحسين. أمري سيدتي. قالت ما عندي أمر. الله بأبي عبد الله يا حبيبي. قال خلصت الوصية؟ قالت نعم خلصت الوصية. قال طيب أنا عندي وصية من أبيك يا أمير المؤمنين. كأني بك يا زينب على جبل ضالع. أول واحد قرأ عزاء زينب حبيب عزاء السبيل. قالت نعم وما لا يدري. قال ورأس أخيك أمامك. فصاخت أيوا حسين يا أهل الشيام هذا بخلكم. والله للمعازم ضمن
منكم يا ابن عاصمة. اللهم إنا نسألك